Betul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. اجلس. كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله. أستاذ، اليوم نحن نتعلم عن مكانة القرآن والسنة في شريعة الإسلام يا أستاذ. أنتم أتبعوا يدي. اختيار عنوان. واحد. القرآن والسنة مصدران أساسيا لتشريع إسلامي. اثنان. تستمد منهما الأحكام والقواعد. ثالثا. ويظهر ذلك أهمية الرجوع إليهما لفهم صحيح للدين. المقدمة. مصادر التشريع الأساسية: القرآن الكريم، السنة النبوية، الشريعة الإسلامية. القرآن يحتوي على العقيدة، العبادات، المعاملات. السنة نشرح وتفصيل ما في القرآن. الشريعة تحقيق المقاصد العليا، حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال. المشكلة. العنوان: أولا، ديناميكية تفسير القرآن في الشريعة الحديثة. ثانيا، الحاجة إلى فهم النصوص في ضوء مقاصد الشريعة. ثالثا، التحديات في الجمع بين التفسير الظاهري والمقاصد. أمثلة من القضايا: الميراث، تغير أدوار المرأة الاقتصادية، يدعو إعادة النظر في التفسير. الحدود الشرعية، أهمية مراعاة السياق والعدالة في تطبيق العقوبة. الحرية الدينية، بين لا إكراه في الدين وتفسير التقليدية للردة. الأدلة. آية القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. سورة النساء آية 58. اثنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يجرمنكم شنآن قوم. سورة المائدة آية 8. في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. في الحديث: إذا ضيعت أمانة فانتظروا الساعة. الأسئلة. البحث. الواحد. ما أهمية القرآن والسنة في تشريع؟ اثنان. ما أثر إهمال السنة على مجتمع؟ ثلاث. لماذا إنكار السنة تهديدا للدعوة الإسلامية؟ أهداف البحث: إبراز مكانة القرآن والسنة كمصدرين أساسيين، تحليل الآثار السلبية عند تهميش السنة، توضيح خطورة الفكر الرافض للسنة. الخاتمة. أولا، القرآن والسنة ركيزتان أساسيتان للشريعة. ثانيا، لتفسير الظاهر لا يكفي دائما. ثالثا، ضرورة الجمع بين الناس والمقاصد. رابعا، إنكار السنة يفقد الميت مراجعتها. خامسا، الفهم مقاصد المتوازن.
يحقيق عدالة الإسلام في العصر الحديث. فهمتم؟ فهمنا. أتمنى أن يكون ما شربته معكم فيه فائدة لكم جميعا. إن شاء الله يا أستاذ. شكرا شكرا يا أستاذ. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام.